بسم الله بديت وعلى النبي صليت. وكان يا ما كان في قديم الزمان والملك مالك والرحمن، ونصلي على طه النبي العدنان. كان يتحكى ويتقال على جوج تجار كانوا صحاب، كيخدموا بجوج ويسافروا بجوج، يجيبوا الحرير والكتان وكل ما يحتاجوا الانسان. ايوا يا سادة الكرام، في يوم من الايام قرروا التجار باش يسافروا لواحد البلاد بعيدة هكذا باش يجيبوا منها سلعة جديدة. وداكشي اللي كان، وجدوا مونتهم وقفلتهم وتوكلوا على الله وشدوا طريقهم. تموا غاديين يعمروا بلاد ويخويوا بلاد حتى وصلوا للبلاد المقصود. تما فين باعوا سلعتهم وشراو بيها سلعة جديدة، حزموها وجمعوها وعلى جمالهم ربطوها. وهما يتموا راجعين لبلادهم، تموا غاديين 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 حتى وصلوا لواحد البلاد خالية والشمس فيها حامية، ومن حر الجو تقاداو ليهم قريباتهم ديال الماء. قال التاجر الاول لصاحبو: القريبات ما بقى فيهم حتى قطره ديال الماء والعطش غادي يقتلنا. ايوا شنو المعمول؟ جاوبو صديقو: غادي نحبسو هنا حتى وكنلقاو شي مكان فيه الماء، نعمرو به القريبات ونبردو عطشنا، وديك الساعه عقوبتنا لبلادنا. وداكشي اللي كان يا الخوان، قرروا التجار ما يتحركوا من هذا المكان حتى يلقاو الماء. ايوا وهما غاديين بانت ليهم واحد النخله كبيره، جلسوا جمالهم على أرضها باش يتضلوا من ظلها، ومشاو يقلبوا على الماء. قلب يا ما تقلب، قلب يا ما تقلب. ايوا يا سادة الكرام، في هذا النهار قبل ما يلحقوا التجار لهذا المكان كانوا دازوا منه قبل منهم سبع وديب وثعلب، وحتى هما كانوا عطشانين ولقاو فيها بير ومشاو يشربوا منه وهما يطيحوا فيه. ايوا تما بقاو حاصلين، وهذا ما كان من أمرهم. أما ما كان من أمر التجار، ضلوا يقلبوا حتى لقاو في نفس المكان نفس البير. فرحوا ووجدوا قريباتهم باش يعمروهم، وهما يلقاو غير الحبل، أما الدلو ما كان شيء. وهو يقول واحد منهم للثاني: شوف صاحبي، انت قليبر وضعيف، غنربطك في الحبل وننزلك البير تعمر لينا هاد القريبات. انا اللي عطا الله هو هذا صحيح وزمين، اذا مشيتي تربطيني في الحبل غادي تقطع. قال له: موافق اخويا. وداكشي اللي كان يا الخوان، ربطوه في الحبل ونزلوا تالقاع البير، وبدا صاحبو كيعمر في القريبات ويربطهم في الحبل، والتاني الفوق يجبدهم ويحطهم، وغير عمرو كاملين وهو يقول مع راسو: ايوا انا دابا اش غندير بصاحبي؟ اذا ديت سلعتي وسلعته وبعتهم غادي نربح اكثر من اللي كنت غنربح. عيط عليه صاحبو من قاع البير وقال ليه: وراني عمرت القريبات كاملين، ورمي لي الحبل باش نطلع. طلع عليه صاحبو من الفوق وضحك ليه ضحكة الغدر ومشى وخلاه. بدا التاجر اللي في البير يعيط ويزاوق: وحرام عليك صاحبي، وزعما رحنا خوت وماشي هكا تكون العشرة. اما صاحبو دار راسو كاع ما كيسمعو، ربط القافله وتم غادي راجع للمدينه. ايوا وضل التاجر الثاني اللي في البير حزين يبكي على العشرة وعلى مصيره المجهول. ايوا شويه بدا يدور في عينيه في داك البير من هنا ولهيه، اذا بيه كتبان ليه واحد الحفره في جنب البير. مشى قاصدها على يديه ورجليه. ايوا ملي وصل ليها ودخل تفاجأ باللي فيها، لقى فيها السبع والديب والثعلب اللي كانوا طاحوا قبل منه. ضحك عليه الديب وقال ليه: شتي صاحبك وما دار فيك؟ مشى وخلاك للتهلوكه. نطق السبع وقال ليه: من دابا حتى الليل اذا ما جاش شي واحد وطلعنا من هاد البير الليله نتعشاو بيك، غير وجد راسك. قال لهم التاجر: ما كفاكمش غدر صاحبي ليا حتى نتوما تزيدوا ما بيا. قال ليه الثعلب: هكا باش تعلم ما تثق حتى شي واحد حتى وكان تجربو. وسكت التاجر وما لقى ما يقول حتى وكان لحق وقت المغرب، وبدات الدنيا كتظلام وحتى واحد ما داز من جنب البير، والحيوانات ثلاثه بيهم عينيهم على التاجر. اما التاجر المساكين مرعود وخايف وكيطلب من الله في سره باش ينجيه من هذه المصيبه. ايوا يا سيادي، وهما كيتسناو سمعوا واحد الصوت جاي من بعيد. هاد الصوت كان ديال واحد السارح كيسرح الغنم ديالو. داز على البير باش يبردهم، ما جا فين السارح يرمي الدلو في البير حتى كانوا شدوا في الحبل كاملين كلهم بغاو يطلعوا. السارح سمع شي صوت جاي من البير، حار وتعجب، قرب ودنيه وطل براسو وهو يبدا يسمع في التاجر كيقول ليه: طلعني انا يا الاول، انا بني ادم بحالي بحالك ونقدر نفيدك ونعاونك. اما هادو اللي معايا غير حيوانات ما عندهم باش ينفعوك، اذا طلعتيهم ياكلوك وياكلوا حتى غنيماتك.
وهو ينطق الديب وقال ليه: طلعني انا يا الديب، طلعني انا يا الاول، وما تطلعش بنادم، راك تسقيه الحليب ويسقيك القطران وتولي عليه نادم. السارح ما داهاش في هضرة الديب، وطلع التاجر هو الاول، ومن بعد طلع جميع الحيوانات اللي كانوا. وقبل ما يتفارقوا التاجر قال للسارح: بارك الله فيك، انا فلان بن فلان، كنسكن في المدينة الفلانية، الا احتاجيتيني في شي حاجة مرحبا بك، خيرك سابق عليا. والديب قال للسارح: نهار تبغي خروف ولا جوج خرفان ولا نعجة، جي عندي تلقاني في الواد الفلاني، ونرد لك هاد الخير، وتلقى عندي كل ما كتمنى وكترجى. والثعلب قال ليه: وانا يا سي سارح نهار تحتاج ما تلبس غادي تلقاني موفر ليك كل ما حب خاطرك. ايوا. والسبع قال ليه: وانا نهار تحتاج فلوس وتضيق بك الدنيا نرجعك اغنى الاغنياء. ايوا. من موراها تفارقوا وكلها صد لجهته. ايوا يا سيادي، السارح هادشي اللي صادفو عمرو نساه، وبقى ديما في بالو يخمم فيه ليل ونهار، وما كيجي في بالو غير كلام الديب اللي قال ليه: طلعني انا ما تطلعش بنادم، راك تسقيه الحليب ويسقي القطران وتولي عليه نادم. تفكر وعودهم ليه كاملين، وهو يقول مع راسو: اجي نجربهم ونشوف اش غادي نخسر الا جربتهم. ايوا يا سادة الكرام، داكشي اللي كان. السارح بدا بالثعلب هو الاول، مشى لعندو وقال ليه: مساء الخير السي الثعلب، قصدتك والمقصود الله، راني احتاجيت ما نلبس. ايوا وجيت عندك كيف ما وعدتيني. قال ليه الثعلب: على الراس والعين السي السارح، نجلس هنا في جنب هاد السدرة، وفي رمشة عين غادي نرجع ليك. وبالفعل ما جا السارح فين يغمض عين ويفتح عين حتى كان جاب ليه من اروع الثواب، وقال ليه: هاك سيدي السارح، خيرك سابق عليا، لبس وزيد لبس، واخا نهديك ثواب الدنيا. ايوا يا سيدي السارح، شكر الثعلب ورمى عليه اللباس القديم ولبس الثوب الجديد. وهاد المرة مشى قاصد الديب، لقاه في الواد اللي نعت ليه. قال ليه: مساء الخير السي الديب، راني محتاج لغنيمات من بعد ما بعت غنيماتي. قال لي: هي الاولى السي السارح، خيرك سابق عليا، نجلس غير هنا في جنب الواد وتسناني. ايوا يا سادة الكرام، ما جا الديب فين يعوق التعويقة ديالو حتى كان 40 ديب مجمعين عليه. قال ليهم: يلا تفرقوا، كل واحد فيكم يجيب خروف ولا نعجة. وداكشي اللي كان. في رمشة عين تجمع وحدة السارح شلا ريوس من النعاج والخرفان. ايوا هو يشكر الديب، وسرح السارح غنيماتو ومشى في حالاته. ولا غدا ليه مشى قاصد السبع. قال له: صباح الخير السي السبع، ما جابني لك غير قلة الشي، وانت وعدتيني باش تغنيني منين يضيق بيا الحال. قال له السبع: وانا عند كلمتي يا السي السارح، ما عليك غير تجلس حدا هاد الشجرة. وهو يحفر السبع حفرة وخرج منها شلات ذهب وفلوس وجوهر، وعطاهم للسارح وقال له: يلا توكل على الله. شكر السارح السبع ومشى لحال سبيلو. ايوا يا سيدي السارح دابا ولا غني، والغني هو الله، عنده من الخير والخمير تبارك الله، مال وغنم والباس، وما بقاش محتاج للتاجر اللي طلعه من البير. بالحق السارح قلبه حنين، تفكر التاجر اللي طاح في البير وقصته نهار غدر به صاحبه وداليه رزقه. قال المسكين: خليني نعاونو ونقسم معاه اللويز اللي عطاني السبع. وبالفعل مشى قاصد السارح المدينة اللي نعت ليه التاجر، ومنين لحق ليها بدا يسول على التاجر الفلاني حتى وكان نعتو ليه الناس دارو. وداكشي اللي كان لحق ليها ودق الباب. جاوباتو مرات التاجر وقالت ليه: اشكون؟ قال ليها: انا السارح فلان الفلاني، وجيت عند التاجر الفلاني. المرا قطعات الحس ووصلت الخبار لراجلها غير بالهمس. ايوا منين عرف التاجر بهاد الخبار قال مع راسو بلي السارح جاي باغيه على حاجه. تكلم مع مرته بالاشاره وقال ليها: قولي ليه انا ما كاينش هنا. وهي تقول ليه المرا: اسمح لي يا سيدي، فلان ما كاينش في الدار، خرج بكري وشد طريقه للسفر وما غادي يرجع على 7 ايام. ايوا قال ليها السارح: خساره، كان عندي شويه ديال اللويز قلت زعما نفرقهم معاه. قالت ليه المرا: اللويز ها هو سيدي، ها هو حدايا جالس، انا اللي ما شفتوش، عند بالي خرج من الدار. ايوا زيد دخل، ما تبقاش واقف في فم الباب، مرحبا بيك. وداكشي اللي كان. دخل السارح وجلس مع التاجر، بقاو يديو ويجيبو في الكلام، وحكى ليه السارح قصته مع الحيوانات اللي طلعهم من البير. وقال ليه: واش نقول لك صاحبي،
وبقيتي فيا وديما في بالي، وقصتك أثرات فيا. حلفت بحلوفي حتى وكان نجي حتى لعندك ونقسم معاك هاد الخير. ايوا يا سيادي، وجبت السارح كل ما عطاه السبع وقال لي ها هو نقسموه بالنص انا وياك. ولكن التاجر كرشو كبرات وعمى طمع عينيه، قال للسارح تسناني هنا شويه ونرجع ليك. ومشى يجري لقصر السلطان، دخل عليه وهو كينهج وقال ليه امولاي امولاي، راني شديت سراق كبير عندي في الدار وجايب معاه قنطار ديال اللويز. والتاجر وهو كيتكلم مع السلطان كيقول مع راسو عاشك السلطان غادي يرجعني وزيرو منين جبت لي هاد الخبر. السلطان وقف المجلس وقال الحراس في الحين تمشوا مع التاجر وتشدوا هاد السراق. وداكشي اللي كان، مشاو الحراس ودخلوا لدارو وشدوا السارح. ساعة مسكين ما فهم والو، حيت ما في بالو والو. من الصدمة بقى غير تيشوف، حيت ما توقعش الغدر يجي من بنادم اللي نقدو من الموت وكان باغي يقسم معاه حتى رزقو. ايوا السارح حكموه الحراس وداوه للقصر وقال له السلطان اياه الشفيفير منين جبتي اللويز؟ قال له السارح قال هالديب. قال له السلطان هذا معايا وتكلم، شكون انت ومنين جبتي هاد اللويز؟ قال له السارح قال هالديب. غضب السلطان وامر حراسو باش يسجنوه، وامر حتى وزيرو باش يحقق معاه ويعرف شنو هي قصته. ايوا يا سيادي، نهار كامل الوزير كيسول في السارح وهو ما كيجاوبو غير بقال هالديب قال هالديب. الوزير خبر السلطان بلي ما لقى معاه حل، وكل ما كيبغي يعرف منه الجواب كيقول ليه قال هالديب. السلطان هاد المره غضب كتر وامرهم باش يحضروا ليه المشنقه. ايوا ومنين جابوه بقى على نفس الحال يعاود ويقول قال هالديب. السلطان جاه الفضول وبغى يعرف شنو قصة هاد الكلمة، قال لهم نزلوه. وداك الشيء اللي كان، نزلوه من المشنقة وداوه للسلطان. قال لها السارح هي قصتك وقصة قال هالديب. قال له السارح قصته من طقطق حتى السلام عليكم، وقال له الكلام اللي قال له الديب. طلعني انا ما تطلعش بنادم، راك تسقيه الحليب ويسقيك القطران وتولي نادم. قال له انت مولاي السلطان اللي درت الخير درته في ولد الناس، والقصدير عمره ما يرجع ماس. قال له السلطان لا ندامس السارح على الخير، دير الخير في اللي يستاهلوا واللي ما يستاهلوا، تا وكان يتمر في اللي يستاهلوا. ايوا سير الله يهنيك، رحنا عفين عليك. وداك الشيء اللي كان يا الاخوان عفا السلطان على السارح ورجع ليه غنيماته وحتى من ذهيباته. اما التاجر الخاين عاقبه وسجنوه 10 سنين كجزاء لغدره وخيانته. ايوا يا سادة الكرام، كانت هذه هي حجيتي الليلة، ومشات حجيتي من واد الواد ومن بلاد لبلاد، وانا بقيت مع ناس الجواد.